في شركات كتير بنشوف مشاهد بتتكرر كل يوم، مدير بيزعق، موظفين تعبانة، اجتماعات بلا نتيجة، حد بياخد تعب غيره، وده كله بيأثر على نفسيتك وعلى إنتاجك. بس الحقيقة إن القيادة مش كده خالص. القيادة الحقيقية يعني تحفز وتدعم وتعلم، مش بس تحكم وتضغط. وفي نفس الوقت لو اختلفت مع مديرك مش لازم تخسر وظيفتك. في كلام تقدر تقوله ينفعك ويفهم مديرك إنك مش بتتصادم، بل بتحاول تطور الشغل. مثلا لو مديرك قالك ليه الطريقة دي أفضل، قول عندي فكرة ممكن نحقق بيها نتائج أحسن. ليه الجدول الزمني مش واقعي؟ قول أنا شايف إننا ممكن نقدم الشغل بجودة أعلى لو عدلنا الوقت شوية. لو طلب منك تختصر بطريقة تضر الجودة، قول نقدر ننجز بسرعة بس عاوز أشرح لك إزاي ده هيأثر على الشغل. لو في أولويات مش واضحة، قول يا ريت ننظم الخطوات ونركز على الأهم عشان النتائج تفرق. لو بيطلب توافقك على قرار، أكد إنك تدعم القرار بس شارك رأيك للصراحة لو شايف حاجة مهمة. كمان لو المعلومات مش كفاية أو في نقاش سخن، خليك هادي واطلب تفاصيل أكتر. لما تكون عندك حقائق بتنعدك تناقش بهدوء وتحافظ على احترام نفسك وشغلك. وفي الآخر تعلم تستخدم الضغط كوقود مش كحاجة توقفك أو تحبطك. القيادة بتكافئ الاستمرارية والانضباط، مش الكسل ولا الهروب، ودايما اللي بيكمل بيتعلم وبيتطور.